السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الترند الجديد اللي قالب الفيسبوك كله واليوتيوب. هنعمل ست كريمه، فطيره ست كريمه، او اللي هي فطيره الجلاش بالمهلبيه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله جميله جدا. وقبل ما نبدا وصفتنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا الوصفه. اول حاجه هعملها المهلبيه، بس للاسف الفيديو اتمسح، فانا هقول لكم على المقادير بتاعتها. 3 كوبايات من اللبن، و3 معالق كبار من السكر، و3 معالق كبار من النشا. يعني كل كوبايه لبن بيعادلها معلقه كبيره من النشا ومعلقه كبيره من السكر. وهنا المهلبيه هيكون السكر بتاعها مظبوط جدا، فانت لو بتحبي الحاجه مسكره زودي السكر. ده حسب رغبتك ورغبه افراد اسرتك. وبعدين هنقلبهم كويس مع بعض زي ما انتم شايفين كده وبعدين دلوقتي هرفعهم على النار زي ما انتم شايفين كده، وهفضل اقلب فيهم كويس عشان ما يحصلش اي تكتلات لغايه ما تبدا تتقل معايا. وده شكلها بعد ما بقى القوام بتاعها تقيل وخلاص، هي كده بقت جاهزه معايا. ودلوقتي هحطها في اي طبق عندي علشان تبرد. ودلوقتي انا معايا لفه جلاش زي ما انتم شايفين كده. هبدا اخد 3 ورقات، وكل ورقه هدهنها بالزيت او بالسمنه او بالزبده او زيت وسمنه، زيت وزبده زي ما انت عايزه. ولو عندك اي ورقه متقطعه ممكن تحطيها في النص وعادي جدا ما تقلقيش. زي ما انتوا شايفين كده دي تاني طبقة انا بحطها عادي، هي متقطعة بفردها عادي خالص. وبعدين هدهنها بالزيت زي ما انتوا شايفين كده او بالزبدة. وهحط تالت طبقة نفس الشكل، برضو هدهنها بالزيت او الزبدة. وبعدين هجيب ورقة واحطها في النص بالشكل دوت كده، بس مش هدهنها سمنة من او زيت من على الوش، علشان المهلبية بتاعتي ما تطلعش وانا بسويها. ماشي. وبعدين هقفل الاطراف زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وهدهن بالزيت عشان الورق يبقى مورق معايا. وهعمل واحده كمان معاكم زي ما انتوا شايفين كده. هجيب اول طبقه وهدهنها بالزيت، وهحط تاني طبقه وهدهنها برضو بالزيت، نفس الخطوات. وبعدين تالت طبقه نفس الشكل. وبعدين جبت طبقه وحطيتها في النص تاني، دي زيادة تأكيد علشان المهلبيه ما تطلعش مني وانا بسويها. وبعدين هحط المهلبيه وهقفل عليها بالشكل ده كده بالظبط. وبعدين دلوقتي هعمل واحدة معاكم سادة مش محشية خالص، هحط برضو 3 طبقات، وبين كل طبقة هبقى دهنيها بالزيت او السمنة او الزبدة المتاح والمتوفر عندي. وبعدين هقفلها عادي زي ما انتوا شايفين كده من غير حشو خالص، وهتبقى جميلة قوي عادي خالص مفيش اي مشكلة. وكده بقى خلصت الكمية اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. لفة الجلاش عملت لي كمية حلوة. وعلى فكرة الفطيرة الواحدة كبيرة جدا وتشبع، يعني ما تستقلوش اللفة خالص. ودلوقتي هدهن وشهم بالزيت زي ما انتوا شايفين كده، وهدخلهم فرن سخن. لازم الفرن يكون سخن على درجة حرارة متوسطة لمدة 5 دقايق. وبعدين اشغل الشواية من فوق زي ما انتوا شايفين كده. انا هخليها تاخد لون دهبي غامق شوية علشان تديكي القرمشة، لان انتي لما تيجي تسقيها الشربات لو هي لاخده لون بني فاتح او دهبي فاتح هتلاقيها تطرى معاكي، لكن تخلي اللون غامق شويه علشان تبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه. واول ما اطلع الجلاش لازم اسقيه على طول بالشربات، والشربات لازم يكون بارد والجلاش يكون سخن. وبعدين هسيبها تبرد خالص، مش هينفع احط عليها الكريمه الا لما تبرد، علشان الكريمه ممكن من درجه الحراره العاليه بتاعه الجلاش هتسيح معايا ومش هتبقى متماسكه خالص ومش هعرف ازينها. هسيبها تبرد وارجع لكم. وده شكلها بعد ما بردت. ودلوقتي هزينها معايا كريمه زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا التزيين ده حسب رغبتك انتي. وهزينها بالموز بالشكل ده كده. انت ممكن تحطي اي نوع فاكهه موجوده عندك، ممكن تحطي كيوي، ممكن تحطي عنب، تفاح، اي حاجه موجوده عندك زي ما انت عايزه. هعملها بالشكل ده وهرش على الوش شويه فورماسيل بني عشان يكسروا اللون بتاع الموز زي ما انتوا شايفين كده. وبرضه هحط رشه من جوز الهند. وكده خلصت اول فطيرة. دلوقتي هزين التانية، هحط برضو كريمة بالشكل ده. وطبعا انا استغنيت عن الكيس الحلواني وحطيت في كيس تلاجة عادية الكريمة، وقطعت حتة من الكيس. وبعدين بدأت انزل بيها بشكل زجزاج زي ما انتم شايفين كده. ودلوقتي انا هزينها عندي فورماسيل او اللولي اللي هو بتاع الطعم اللي هو بيبقى ملون زي ما انتم شايفين كده. التزيين ده حسب المتاح والموجود عندك وحسب ذوقك انتي. ودي تالت واحدة هزينها معاكم. ودلوقتي انا كنت عامله صوص فراوله زي ما انتم شايفين كده، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. انا كنت عاملاه قبل كده. وده صوص الكراميل، عملت النص
صوص الفراوله، والنص التاني صوص الكراميل، وما شاء الله شكلها جميل جدا. وبرده صوص الكراميل انا اللي كنت عاملاه، وهسيب لكم لينك الفيديو بتاعه في صندوق الوصف. اضغطي على صندوق الوصف واضغطي على كلمه المزيد، وبعدين اضغطي تاني مره على كلمه المزيد، هتلاقي عندك اللينك بتاع الفيديوهات. ورابع واحده عملتها بالسكر البودره زي ما انتم شايفين كده، ورشيت عليها الفورماسيل البني علشان يكسر اللون الابيض. وكده انا خلصت الكميه بتاعتي وخلصت التزيين بتاع الفطاير بتاعتي. وما شاء الله شايفين الشكل حلو قوي. والتزيين ده طبعا حسب رغبتك، اي حاجه موجوده عندك والمتاح عندك انت هتقدري تزيني، وهيبقى كمان احسن من ده. وكده وصفه النهارده خلصت، يا رب تكون نالت اعجابكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.